بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، كنا خدنا الدرس الأول مفرداته وقواعده وتعبيراته وخدنا تدريبات عليه. إن شاء الله هنبدأ الدرس الثاني. نتمنى برضو إن شاء الله تفهموا معنا وتتابعوا بمتابعة كويسة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. هيا بنا. الدرس الثاني اسمه ايه؟ بريزونتي ايدنتيفي سيكوبان. طبعا في الدرس الاول انا خدت ازاي انا اقدم نفسي. الدرس ده هجيب ازاي يقدم ويعرف اصدقائه، انا او غيري او انت او اصدقائك في الفصل. يعني ازاي انا اقدم غيري واعرفه على اصدقائي. يقدم ويعرف اصدقائه. بريزونتي يقدم، ايدنتيفي يسمي او يحدد هوية سيكوبان رفقائه. ايه المفردات اللي موجودة عندي؟ هنبدأ بالأسماء المذكرة. اسمها نوم ماسكيلان. ايه هي؟ الناحية الشمال ان كاماراد اللي هو زميل أو رفيق. لا، زميل فصل على فكرة. كاماراد اللي هو زميل الفصل. ان ليو مكان. ان كارتيو حي سكني طبعا. ان كولاج مدرسة إعدادية. ان كايي كراسة. ان ديفوار واجب. ان فرير أخ. ان كوزان ابن العم أو الخال. ان ستيلو قلم جاف. ان تابلو سبورة. ان سبور رياضة. لي تونس اللي هو التنس طبعا. لي جودو اللي هو جودو اللي هو مصارعة يابانية، يعني بيسموها الجودو. ان فوندور بائع. ان سيبير كوبان اللي هو رفيق في مقهى نت او صديق على النت. خلي بالك، يعني ممكن يكون ايه برضه صديق ايه متواصل معاه على النت. طب الناحية التانية اسمها المؤنثة النون فيمينا. ايه هي؟ ان بيرسون شخص. لا سال دي كلاس قاعة فصل أو دراسة. لا جيمناستيك اللي اختصارها جيم اللي هي التربية البدنية. ان ناسيوناليتي جنسية. ان فامي عائلة أو أسرة. ان جوم استيكة. طبعا الحاجات دي ان جوم وستيلو والحاجات دي هناخدها وتابلو في الأدوات المدرسية أو في حاجة اسمها الفرونتير سكولير إن شاء الله. ان سور أخت. ان كوزين اللي هي بنت العم او الخال. طبعا عكس ان كوزان اللي هو ابن العم او الخال. لا ميوزيك الموسيقى. ان ليبريري اللي هي مكتبة بيع الكتب، وليس طبعا ايه التانية اللي اسمها بيبليوتيك اللي هي القراءة والاطلاع. طبعا دي الليبريري دي اللي هي مكتبة بيع الادوات الكتابية. ان ميزون منزل. ان اكتيفيتي نشاط. ان فيل مدينة. ان فوندوز بائع. ان سيبير كوبين. ان سيبير كوبين طبعا مؤنث ايه اللي هو ان سيبير كوبان هتؤنث بان سيبير كوبين اللي هي رفيقة نت او في مقهى نت. طبعا ده هنشوفها ان شاء الله في تأنيث الاسماء. ده بالنسبة للاسماء المذكرة والمؤنث. طبعا انت هتجيبها نفسك تاني وهتوقف الفيديو وهتعيدها واحدة واحدة تاني بحيث انك انت تدرك الكلمات دي عشان ان شاء الله نستعملها بعدين. كل ما دي مهم. طيب نيجي للادفيرب اللي هي الظروف وادجكتيف والصفات والظروف. عندي في نوفو ليها ثلاث اشكال. خلي بالك، نوفو اللي هي جديد دي ليها ثلاث اشكال. اول حاجه نوفو اللي هي جديد المفرد المذكر الساكن، وهناخدها في تانيث الصفات بعدين بامثله عليها. يعني المذكر الساكن نوفيل بالوحده بس جديد المذكر المتحرك الاول المتحرك. نوفيل بديزيل اللي هي جديده للمؤنث ان كان طبعا متحرك او مش متحرك مش هيفرق معايا للمفرد المؤنث. بعد كده دو اللي هي مؤنثها دوس رقيق او لطيف يعني. كي سي من هذا دي للسؤال عن الشخص العاقل. سي زائد اسم مفرد ده هجاوب بيها عن كي سي اروح مجاوب عنها بانه او انها زائد الاسم اللي هقوله المفرد. سيسون ده للجمع انهن او انهم زائد اسم جمع هيبقى طبعا بعديه جمع. سيسون كذا هؤلاء يكونون كذا. طب الناحيه الثانيه وسي ايضا. سيبير اللي هو رائع لا تجمع ولا تؤنث. خلي بالك، سيبير لا تجمع ولا تؤنث هتضيفها طبعا في الصفات اللي هي ايه اللي لها جمع ولا تأنيث بعدين ان شاء الله في تصنيف الصفات. تري بيان جيد جدا. با تري بيان دي في حالات الشخص اللي هو كومون فاتين تعمل ايه، فيقول لي تري بيان جيد جدا، او با تري بيان لست بخير، او سافا دي سافا با دي تو لست بخير تنفع برضه. بوف ده للتضجر تعبير عن ايه استياء سيء. تو الموند يعني كل الناس. ده بالنسبه للايه التعبيرات واللي هي الاكسبريسيون. الادجكتيف هي ادفيرب الصفات والظروف. طيب بعد كده في لي فيرب. ايه اللي عندي افعال؟ في ديفيني يعني يخمن. ايدونتيفيي يحدد هوية شخص او يسمي شخص يعني. بريزونتي يقدم شخص. ابورتي يحضر شيئا ما. مونتري يظهر شيء. سابيلي يسمى.
عندي بعد كده بعض الأشياء اللي أنا ممكن إيه أشوفها في موقف أو أعبّر بيها أو أعمل بيها حوار، اللي هو pour demander l'âge إزاي أسأل عن العمر. عندي الصيغة ديّة quel âge as-tu يعني ما عمرك، أو tu as quel âge ينفع برضه، أو quel âge avez-vous لو أنا شخص أحترمه أو أكِن له أو كبير في السن عني أو ما أعرفوش، فأنا إيه أخاطبه بلغة إيه الاحترام quel âge avez-vous ما عمر سيدتكم، كم عمر حضراتكم. فطبعًا الإجابة هتكون إيه j'ai 16 ans هاستعمل verb avoir اللي هنعرفه بعدين اللي هو être وavoir مهمين جدًا، زي verb to be to have في الإنجليزي إن أنا هاقول j'ai لدي 16 سنة j'ai 16 ans. طيب للسؤال pour demander la nationalité عن الجنسية، سؤال عن الجنسية. إيه السؤال بها quelle هي ما وأي وليها 4 أشكال ده الشكل المؤنث منه ده. quelle est ta nationalité ما جنسيتك؟ أو لو شخص أحترمه أو سائح مثلًا أقول له quelle est votre nationalité؟ فيقول لي je suis طبعًا إيجيبسيان أو إيجيبسيين مصري أو مصرية أو فرنسي أو فرانسيز فرنسي أو فرنسية وهكذا حسب طبعًا إيه الجنسية بتاعته. طيب السؤال عن الشخص ما ده العاقل pour identifier une personne أسأل عن الشخص عاقل بكي سي من هذا طبعًا ممكن أقدم شخص لشخص تاني ما يعرفوش فيقول لي من هذا كي سي أو سي كي أو كي سي كل ده ينفع. فطلعت الإجابة طبعًا الناحية التانية اللي هي سي علي أو منى أو فواسي علي أو منى أو سي سون مي كوبان يعني ده كله ينفع إيه تقديم الأشخاص إنه أو فواسي ها هو أو سي سون هؤلاء رفقائي وهكذا للجمع. طيب السؤال عن شيء ما اللي هو غير عاقل برو دونت في إن شوز شيء غير عاقل فأسأل بكسك سو ما هذا أو سكوا فيبقى الإجابة عن إيه ما هذا برضه دي سي ان ليفر أو إن كلاس طبعا شيء غير عاقل لأنه كتاب الفصل قلم وهكذا حسب نوع الاسم اللي يكون موجود عندي. طيب في فعلين نذكرهم في الدرس ده بالمرة مهمين جدا وأساسيين كان لازم يعني يحفظوا حتى كان كل ما جاب لي مادة فرنساوي خالص كان لازم يتحفظ زي فيرب تو بي فيرب تو هاف في الإنجليزي. فأنا عندي في حاجة اسمها فيرب اتر اللي هو يكون فيرب اتر يكون ترجمته بالعربي يكون زي فيرب تو بي في الإنجليزي. طب ياخد إيه مع الضمائر؟ طبعا عرفت إن جي يعني أنا تي يعني أنت إيل يعني هو ال يعني هي نو يعني نحن فو يعني انتم il ولا ذيك اس هم او هن. طب نشوف مع انا ياخد جي تاخد سوي اقول جي سوي انا اكون تي تاخد ايه اقول تي ايه ايه وقال اللي هو هي ياخد ايه سي تي ايه لو قال اقول اليه او اليه. طب نحن نو صام نحن نكون نحن نكون تلاميذ نحن نكون مجتهدون نحن فوزات انتم تكونون ايه لو قال صام هم او هن يكون او يكونون. ده بالنسبة للفعل اتر ده اسمه ايه زي يساوي فيرب تو في الانجليزي. طيب الناحية التانية الفعل التاني اللي هو حاجة اسمها فيرب افوار اللي هو فيرب زي فيرب تو في الانجليزي بالظبط يمتلك او لديه الشيء. اقول انا عندي اخت انا عندي 15 سنة انا عندي قلم انا اللي هو اسمه فيرب افوار للملكية. يتعامل ازاي؟ مع جي اعمل ابوستروف كده واخد ايه اقول جي طويلة شوية اي بالانجليزي معاها كده. التي تاخد اس اقول تيا يبقى جي تبقى جي تيا أنت لديك الأولانية جي أنا عندي أنت لديك تيا إيه لو لا هو عنده أو عندها حرف واحد بس الآي nous avons نحن لدينا vous avez أنتم لديكم إيه لو قال زون هم أو هن لديهن ويا ريت ما خلطش بين ils sont هو يكون وقال ils ont هم لديهم أو يكونون. وبكده إن شاء الله مع الفعلين دول نختم المرة دي ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح والفهم أن تكونوا فهمتوا إن شاء الله. ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. كان معكم الشيخ خالد عبد الوهاب معلم خبير لغة فرنسية بالمرحلة الثانوية وشكرا لكم على حسن المتابعة.